عليكم البنات اللي بغيت نبارطاجي معكم العجينه السحريه ديالتي اللي كنستعملها في جميع المعجنات. انا هذه عجينه وحده استعملت منها البيتزا كما كتشوفوا، وبطبوط معمر وقرص عامر بالكريم باتيسري. تابعوا معايا الطريقه ديال التحضير، غتولي ان شاء الله عجينه معتمده عندكم. وغنبارطاجي معكم ايضا كيفاش انكم طيبوها في الفران ديال الضو، وكيفاش انكم طيبوا البيتزا، كيفاش انكم تحضروا الحشوه اللي غتستعملوها تعملوها في البيتزا والبطبوط في نفس الوقت. تابعوا معايا فقط الطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. غندير الكاس الاول ديال الطحين، الكاس الثاني، الكاس الثالث، البنات بالنسبه لك كنتو غتستعملوا غير حاجه وحده، مثلا غير البيتزا او مثلا غير بتي بان، يعني اكتفيو بخمسه الكيسان. انا حيت غنستعمل ثلاثه الحوايج غادي نزيد. دابا انا درت 7 ديال الكيسان، وغندير عيني ميزان واش غتكفيني في ثلاثه الاشياء ولا لا. غادي نزيد الكاس الثامن، غنضيف كاس ديال الحليب، ولكن بلاتي نضيف النواشف هما الاولين. هنا 2 معالق كبار ديال سنيده، سكر سنيده. النشا غندير 2 معالق كبار ديال النشا، عفوا غندير 3 المعالق. الا كنتو غديروا غير 5 الكيسان يعني غتوجدوا غير حاجه وحده، ضيفوا 2 معالق. انا غندير 3 معالق كبار ديال النشا. خميره غنضيف 2 ملاعق كبار ديال الخميره. الا كنتو كما قلت لكم غديفوا 5 الكيسان يعني حاجه وحده، ديروها 2 معالق. انا غندير 3 ملاعق ديال الخميره. ودابا غنضيف السوائل، غنضيف كاس ديال الحليب، وكاس صغير مع مرش ديال الزيت، وبيضه، وغنضيف البنات قليل من الملح، نسيت ما ضفتوش في الاول مع النواشف. ها هو انا باقي اصلا ما ضفتش الماء. الملح كيبقى ايضا عينكم ميزانكم، طبيعه الحال مقدرش نعطيكم العبار. ودابا البنات كنتو ديما رجع لكم الخمسه الكؤوس لحاجه وحده، يعني ضيفوا 2 كيسان ديال الماء دافئ. دابا انا حيت دايره 8 كؤوس، غادي نشوف نعبر معكم شحال نحتاج من كاس ديال الماء. انا البنات غنضيف الكاس الاول، وغنضيف الكاس الثاني، وغنضيف الكاس الثالث، وغنجمع العجين وغنشوف واش غنكتفي بهذا القدر او انني غنزيد. البنات كتفيت غير 3 ديال الكيسان ديال الماء، وضفت القليل من الدقيق غير من التحت، يعني باش حيت العجين كتلتصق ليا في اليدين، عندي غير شويه باش نقدر نتحكم فيها. اما انا راه ما ضفتش ليها الطحين، انا غير شويه باش نقدر نتحكم فيها ونقدر نجمعها. ودابا غندلكها واحد شويه وغنخليها ترتاح، وغنلتقيو ان شاء الله في الكماله. دابا غنوجد الحشوه ديال البيتزا والحشوه ديال التيبان. هي الحشوه ديال البيتزا هي نفسها الحشوه ديال الخبيزات معمرين، ولكن الحشوه ديال بتي بان بوحدها. المهم انا غنوجد معكم حشوه اللي هي سهله غتستعملوها في البيتزا وفي الخبيزات معمرين، وحشوه ديال بتي بان هي سهله جدا. غنختصر عليكم الوضع في هذا الفيديو ان شاء الله. وبالنسبه للحشوه البنات ديال الكرواسون، انا درت دابا كاس ونصف
ديال الحليب، كاس وربع تقريبا، ما كملاش نص. وغادي ندير 4 او عفوا 3 ديال المعالق ديال كريم باتيسري بنكهه الفانيلا. هذا هما معلقه عامره. عندك الثانيه، وغنضيف الثالثه، وغنضيف سكر سنيده بطبيعه الحال على حسب الذوق. انا كندير تقريبا 1-2 ملاعق ونصف ديال السكر سنيده، وكنخلي الخليط ديالنا حتى كيعقد، وعاد كنحيدوه من فوق البوطه ونخليه يبرد. بديت به هو الاول البنات باش نخليه يبرد، حيت العجينه الا كنا غنديروا الحشوه وسط العجينه وندخلوها للفران او نخبزوها فوق المقله، خاص ضروري تكون الحشوه بارده، عكس البيتزا او خبيزات معبر اللي غندير معكم من بعد. هي واخا تكون الحشوه سخونه ماشي مشكل، حيت ما غاديش نسدو عليها العجينه. هذاك الشيء. هي البنات بدات كتعقد لينا الكريمه ديالنا، انا درتها عاقده، حيت درت 3 ملاعق في كاس ونصف ديال كاس وربع عفوا ديال الحليب، باش تجيني عاقده، باش ما تجينيش صايحه وسط الكرواسون ديالي او بتي بان او قرص كما سميتوه هو هذاك. بالنسبه البنات لاصوص ديال البيتزا، درت 3 ديال المطيشات سلقتهم، غنضيف عليهم شويه ديال الزعتر، نضيف القليل من الزعتر، وغنضيف القليل من الملح. غنضرب كلشي في الهاشوار، قليل من الملح، وغنضيف القليل من الابزار في الراس ديال المعلقه، والتحميره باش تعطيني داك اللون الاحمر. وغنضيف 2 ملاعق ديال الزيت، وها هو لاصوص ديالنا البنات راه واجد. دابا غنديرو غير فوق البوطه، غير يشرب غير شويه وغنحيدو، راه المطيشه اصلا ديجا طايبه. المهم غير تشرب باش ما تجينيش ميها، وغنحيدها من فوق البوطه. ودابا البنات هي لاصوص ديالنا واجده، خليتها غلات غير واحد شويه. دابا غادي نطفي عليها وغنخليها على جنب. بالنسبه للبنات الحشوه غنحتاج في الخبيزات معمرين والبيتزا، ندير 4 البصلات، درت 4 البصلات صغار والربيع، غنضربهم في الهاشوار. درتو البنات فوق البوطه، ضفت ليه واحد شويه ديال الماء، وضفت ليه قليل من الملح والابزار. ودابا غادي نضيف الكفته. ودابا البنات غنضيف الكفته، انا كورتها كويرات هكا صغار وعطرتها، درت ليها القليل من الكمون وشويه السودانيه والملح فقط كما كتشوفوا البنات، هكا كويرات صغار. وهذه هي الحشوه اللي غنستعملها في البيتزا في الخبيزات، كتجي رائعه البنات والله. باش في هذه المرحله هذه يلاه كديروا الكفته، حاولوا انكم ما تحركوش باش ما تفركتش لكم، باش تبقى على هذا الشكل هكا كويرات، يعني حتى كتحسوا بها انها طابت من التحت كتقلبوها. غنخليها طيب وعاد نقلبها. هي العجينه ديالنا البنات بعد ما اختمرات كيف ما كتشوفوا. دابا غنقسمها ثلاثه ديال الكويرات. كنحاول انني نوازن بين الكويرات حيت بغيتهم يكون عليا قد البنات. راه ما نعاود لكمش العجينه كيفاش في اليدين كتحسوا بها دايره كي البونج والله العظيم.
العجينات هادو بجوجهم يرتاحوا. غناخذ هاد العجينه هادي غنكورها كويرات بالنسبه للكورس ديالي، وعاد غننتقل لهاد العجينه الثانيه باش نوجد بها الخبز المخمرات ديالي، غنقرصهم حتى هما. المهم غنبدا بهاد العجينه هادي. اما بالنسبه للبيتزا خليوها العجينه ديالها ترتاح وتخمر مزيان باش تجي لكم بيتزا اللي هي زوينه، وهي صراحه كتبغي الخميره بزاف. غنكورها كويرات صغيره بحال هكا كما كتشوفوا. ندهن يدي بالزيت باش ما تلتصق لياش في يدي. خليها بحال هكا ونبقى مستمره حتى كنكورها كلها لهذا الشكل. البنات دابا انا ساليت من التكوير ديال العجين ديالي وغطيته بلاستيكه باش ما يتمشكش ليا. ودابا كريم باتيسري ديالي راه وجد، راه بارد، واخا يبان لكم هكا قصاح، راه من غندخلوه للفران راه غادي تطلق. دابا غنبقى نكور نخشي. دابا غنبقى ندير الكريم باتيسري وسط العجين ديالي بحال هاد الطريقه بحال هكا. بحال هكا ونحط ونبقى مستمره بهاد الطريقه هادي. ندهن شويه ديال الزيت هنا باش ما تلتصقش ليا العجينه. نطلق غير شويه، ندير شويه ديال الكريم باتيسري على هذا الشكل هذا، ونجمع العجين. نديرو دائما تحت بلاستيكه باش ما يتمشكش ليا، ونبقى مستمره بهذا الشكل هذا. ودابا غنقرصهم على هذا الشكل بحال هكا، قريصات بحال هكا، وغنديرهم في اللاطه ديالتي بعد ما دهنتها في الزيت، وغادي نخمرهم في الفران. انا نوريكم الطريقه كيفاش نخمرهم في الفران ديال الضو. اللي ما عندهمش الفران ديال الضو يخمروهم خارج الفران، يخليوهم يخمروا عاد يدخلوهم للفران. ودابا غندهنها بصفار بيضه، ضفت ليه واحد شويه ديال الخل باش نتخلصوا من الزفوريه ديال البيض بحال هكا. وغندير فوقهم الجنجلان. البنات ضروري تخليو المساحه بيناتهم باش يخمروا مزيان وياخذوا الحجم ديالهم، ما تضيقوهمش. دابا غنضيف الجنجلان فوقهم. ها هي الوضعيه البنات تاع التخمير، هذه ديال 60 وهذه الاولى ولتحت. دابا راني شاعله عليها، دايره غير وضع ديال التخمير، وغنخليهم من غادي تضاعف الحجم ديالهم عاد غادي نشعل عليهم. ودابا انتقلت للكره الثانيه ديال العجين. دابا حتى هي غنكورها كويرات بالنسبه للبطبوط معمر، ولكن غادي نستعن بالفينو. وبالنسبه للكره ديال البيتزا خليتها هي الاخير حيت هي اللي كتحتاج انها تخمر مزيان. اما هذه راه مازال غادي تزيد تخمر، من غادي تكرس غادي تزيد تخمر. حتى هي غنكوروها كويرات صغار. ندهنوا دائما يدينا بالزيت البنات حيت العجين راه كيلتصق. كوروها هكا، نستعنوا بالفينو. وغنبقى هكا مستمره حتى كنشكلها كلها على شكل كويرات. دابا البنات نقرصهم بحال هكا على شكل دوائر صغيره. انا نسيت البنات التكراس ديالهم. دابا غنغطيهم وغنخليهم غير شويه يرتاحوا. كما قلت لكم راهم ديجا اصلا خامرين، وغادي نبدا نخبز فيهم في المقله باش عاد نمشي نعمرهم. كما قلت لكم راه نفس الحشوه اللي درت في البيتزا هي اللي غادي ندير في المخمر. تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقه. دابا البنات بعد ما خمروا كما كتشوفوا نضاعف شويه الحجم ديالهم. دابا غادي نشعل عليهم الفران. غنحيد هذه ديال التخمير، غندير دابا 250 درجه
وغنخليها في الفوق والتحت هادي، وغنخليه دابا يطيب ليا. درت اللاطه الفوق كاع، السكه الفوقانيه دائما تنقول لكم ما كنخشيهاش في السكه، كندير فوق السكه نتوما كما كتشوفوا، دايرها فوق السكه باش تكون قريبه بزاف للحراره، ودايره اللاطه ديالتي التحتانيه السكه التحتانيه مره. ودابا ملي غادي تحمر ليا من الفوق غادي نردها اللاطه لتحت، وهذه ملي غادي تحمر ليا من التحت غادي نردها الفوق. بعد ما خمروا ليا البطبوط ديالي غير شويه، يعني غير قلت لكم غير شويه كيطلق صافي. دابا غنخبزوه فوق المقله. ها هما درتهم دابا يطيبوا. كنخمم البطبوط البنات دائما كنطيبوه بلا زيت باش كيجي ناشف. ها هما البطيبيطات ديالي البنات بداو كيطيبوا، البطبوط بدا كيطيب. وبالنسبه للبنات الكرص ديالي راه تحمر من هنايا، يعني دابا غنقلب اللاطات. هذه التحتانيه غنطلعها الفوق والفوقانيه غنهبطها لتحت. ودابا بالنسبه لبنات العجينه ديال البيتزا انا درت ليها واحد شويه ديال الفينو من التحت، غادي نقرصها بالفينو بهذا الشكل هذا. متنساوش البنات راه كتلتصق كما كتشوفوا. غنديرها البنات في هذه الصينيه هذه باش تجيني على شكل دائري، ما غاديش نديرها في اللاطه، دهنتها بالزيت. خليو ليها البنات الجوانب باش تجيكم بحال البيتزا ديال الزنقه ديال السناكات. شوفوا حتى ملي تخدموا الشوكه هذوك الجوانب ما تقبوهمش باش كيتنفخوا. دابا من بعد ما تقبتها البنات مزيان وخليت الجوانب ما تقبتهمش، دابا غنضيف لاصوص الطوماط هي الاولى. الفرماج غندير واحد شويه لتحت باش كتجي لك التعليكه ملي كتبقاي تقطعي البيتزا، كتجيك ديك التعليكه من التحت. والصوص اللي طيبنا ديال الكفته دابا غنضيف ايضا الفرماج. دابا غنخلي واحد شويه ديال الفرماج البطبوط ديالي. انا مسخناه ديجا، دابا غنردو ل 250 درجه وغندير الوضع ديال البيتزا. وهذا بالنسبه للناس البنات اللي ما عندكمش هذا الوضع ديال البيتزا يمكن لكم ديروا هذا لتحت بوحدو حتى كطيب من التحت وتحمر، عاد كتشعلوا عليها من الفوق. انا درتها البنات في السكه التحتانيه مره كما كتشوفوا. دابا البنات غنمشيو نعمروا البطبوط ديالنا. شوفوا كيفاش كيجي الماء خاوي من الداخل. غندير لاصوص هو الاول ديال المطيشه، وعاد غندير الكفته لاصوص ديال الكفته، هكا، وغنضيف الفرماج هكا، ونبقى مستمره حتى كنسالي. غنبريسيهم البنات في البانيني باش هذاك الفرماج يذوب، غير نبريسو ماشي نخلي الخبزه ديالي يقصح ولا نحافظوا على هذه الرطوبيه ديالتهم، ولكن غير داك الفرماج باش يذوب. ها هي البيتزا ديالنا البنات راها طابت، شوفوا كيفاش جات تبارك الله.
بحال ديال المطاعم. انا البنات وجدتهم دابا، شوفوا المخمرات ديالي كيفاش جاو، درتهم في البانينيه البنات غير شويه، يعني ماشي تخليهم حتى كيقصاحوا، غير باش داك الفرماج يذوب. والبيتزا ديالتي البنات شوفوا كيفاش جات. دابا سولتني ماما قالت لي واش شريتيها ولا درتيها؟ راه كتجي بحال ديال المطاعم. انا غنقسمها معكم باش تشوفوا كيفاش جات. وهذا القرص اللي صايبت معكم بكريم باتيسري. وهي البيتزا البنات قسمتها باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي عجينه قطنيه. والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.